في واحد مصري حاطط فيديو على الانترنت بيحكي وبيبكي وكده انه اتجوز واحدة سويسرية، وبعد سنتين من الجواز اكتشف انه اهل مراته في سويسرا بيحاولوا يخلوا ابنائه اللي هم ولدين يعني يدخلوهم يعني في الكنيسة ويعمدوهم والحاجات دي. فهو طبعا بيقول على الموضوع ده في الانترنت ان هو عايز يطلعهم مسلمين ومتدينين، فخدهم على مصر يعني زي ايه، محاولة للبعد عن البتاع. فطبعا هيجوا وراه وهيطلبوا السفير وهيعملوا حاجة، فهو بيعيط لانه هياخدوهم منه، يعني هو فاهم كده. يعني اللي انا يعني عايز اقوله له والناس تكون شاهدة، لانه هي قضية عامة جدا وقضية خطيرة جدا، واساسها هو الاختيار، يعني اساسها هو تحديد. اي نعم هو كان شاب ويقول انا صغير، انا كنت صغير، يعني شوية حجج كده، بس بصراحة ما ينفعش انه كل مثلا سنتين ولا كل 4 الانسان ياخد مبدأ ويتمسك بيه، ويكون عمر المبدأ ده ما فات عليه قبل كده. ده قصور في طريقة التفكير. لازم الانسان يكون عنده بعد نظر. عايز اقول له حاجة مهمة، تمسكه بالتدين بالنسبة لأبنائه، هو فاهم انه هيخسروا أبنائه. يعني ايه؟ هو ما يقدرش يخليهم مسلمين بمعنى الكلمة في سويسرا، هو اللي قال كده. فبالتالي مراته وأهلها هياخدوا الأطفال في حضانتها هناك في سويسرا، وبالتالي هيطلعوا مسيحيين. طيب احنا مش بنقول ان الأديان دي كلها بتاعت ربنا؟ يعني لو هم طلعوا مسيحيين، يعني مش يعني ايه الضرر الكبير قوي عليه كأب اكتر من انه يتحرم منهم مدى الحياة؟ هو قال انا هتحرم منهم مدى الحياة خلاص، وبيعيط لانه لو خدوهم سويسرا هو خلاص ممكن كمان يمنعوه دخول سويسرا دي، يعني ويكبروا اولاده ويفهموهم ان ابوهم ده كان مات او جراله حاجة. فكر بقى انت ايه حكاية العقدة في المنشار، ولازم يطلعوا متدينين وهي لازم يطلعوا مسيحيين. كبر مخك، هم مخهم صغير، انت مخك كبير. هم متعصبين، انت راجل متساهل واجتماعي وعايز ولادك، مش عايز تتحرم من ولادك. روح مد ايدك وقول لهم خلاص انا هعيش معاكم ومع الاولاد، وبعدين دول هيكبروا، لا هيبقى في تدين ولا هيبقى في، ما احنا شايفين الناس اهي ما شاء الله على التدين، ما شاء الله على قمة التدين اللي حوالينا في كل حتة.